أكبر جريمة يرتكبها المسلمون ضد دينهم أنا في تقديري هو أن يكونوا ضعفاء، لأن للقوة بريقا جاذبا لما تحمل من عقائد ومن قيم، والضعف أيضا قد يبعدك وقد يبعد عنك آخرين، لأن بعض الناس يرفض الحق إذا كان صاحب الحق ضعيفا، يرفضه تكبرا. محمد إقبال يقول: أيها المسلم يا نور السماء، كيف لا تشرق في أرض البشر. أيها المسلم يا نور السماء، كيف لا تشرق في أرض البشر. الدين لكي ينتصر نحتاج أن نجسده في واقع حياة قوة وعزة، هذا يعطي دفعة هائلة لانتشار الإسلام. فإذا فرط المسلمون فيما أوجب الله عليهم من بناء القوة، طبعا يفرطون أيضا في إيصال الرسالة، لأن كثير من الناس يحكم رغم أن هذا خطأ، لكنه يحكم على الرسالة بثمارها الدنيوية، فهو مأسور إلى الجاذبية الدنيوية في أي رسالة أكثر من جوهرها. هنالك من لديهم عمق والصدق يصلون إلى جوهر الرسالة حتى يعزلون. هذا واقع المسلمين، بس الإسلام شيء آخر، أنا أريد الإسلام. وهذا نراه كثيرا في من يدخل من الغربيين في الإسلام.